حاسس إنك متأخر رغم إنك واعي وناضج؟ ممكن تكون الإجابة في دور اتحملته من وانت طفل، دور المسؤول الكبير المنقذ اللي دايما بيشيل الكل وبيأجل نفسه. في الفيديو ده هتكتشف الفرق بين الطفل اللي شايل أهله واللي أهله شايلاه. ليه بتحس بالتعب الداخلي والذنب لما تختار نفسك، وازاي تتحرر من دور مش دورك وتبدأ تختار نفسك من غير خوف أو إحساس بالذنب. لو دايما بتشيل زيادة عن طاقتك وبتتأخر في حياتك رغم محاولاتك، الفيديو ده ليك. مرحبا بكم، أنا آلاء ماجد، معالجة نفسية متخصصة في تحرير المشاعر والصدمات. هكلمكم النهاردة عن موضوع مهم جدا وبيهم ناس كتير. هل عمرك حسيت إنك أكبر من سنك؟ إنك بتفهم الناس وبتحتويهم وبتحل مشاكلهم، بس في نفس الوقت مش عارف تحتضن نفسك؟ حاسس إنك دايما متأخر عن اللي المفروض تكون عليه رغم وعيك ورغم كل محاولاتك؟ في الفيديو ده هنتكلم عن جرح نفسي شائع جدا، بس قليل قوي اللي بينتبه له. ناس اتولدت وهي شايلة مسؤولية أهلها، وناس اتولدت وهي محمولة ومسنودة. الطفل اللي بيتولد في بيئة فيها ضغط أو مرض أو فقر أو مشاكل أسرية غالبا بيتحول بشكل غير واعي للمنقذ أو المسؤول. بيبدأ يسمع من صغره: احنا معتمدين عليك، خليك عاقل علشان ماما تعبانة، ما تزعلش بابا، انت كبير البيت. كلمات زي دي بتبان بسيطة بس تأثيرها ضخم جدا. بتخلي الطفل يلبس دور مش بتاعه، دور المعين مش دور المحتاج. النتيجة: طفل بيكبت مشاعره، بيخاف يطلب أو يعبر، بيشيل هم الكل وينسى نفسه. بيكبر وهو حاسس إنه مش مسموح له يغلط أو يضعف أو يتدلل، وده بيسيب جواه إحساس عميق بالذنب لو فكر في نفسه، بالخوف من الرفض لو اختار راحته، بالاحتراق النفسي لأنه دايما متحمل أكتر من طاقته. نيجي بقى للطفل اللي اتولد وهو محمول. الطفل اللي اتربى في بيئة آمنة ومحتضنة، كان بيتسمع وبيتطبطب عليه، بيتشاف وقت ضعفه ومش بيتحاكم على مشاعره. الطفل ده بيجرب ويغلط ويعيد ويكتشف نفسه من غير ما يحس إنه لازم يبقى كامل علشان يتحب. ده مش معناه إن حياته كانت مثالية، لكن جواه سند داخلي عارف إن في مساحة أمان ليه، وإن الدنيا مش دايما معركة. فلما يكبر عنده قدرة على اتخاذ القرارات بثقة، طلب المساعدة من غير خجل، تحديد احتياجاته والتعبير عنها، بينجح من غير ما يحترق. ازاي ده بيأثر علينا بعدين؟ اللي اتربى على انه دايما يشيل بيواجه صعوبات في حياته رغم نضجه، دايما حاسس انه متأخر لانه منشغل بإرضاء الكل ومساعدة الغير وناسي نفسه. بياخد قرارات ببطء أو ما بياخدهاش لأنه خايف من التأثير السلبي على الآخرين. بيحس بتعب مستمر رغم إنه ما بيعملش مجهود ظاهر لأن طاقته النفسية مستنزفة من الداخل. بيرتبك في العلاقات، إما يكون دايما في دور المنقذ أو يتجنب العلاقات خوفا من المسؤولية الزايدة. عنده صعوبة يطلب المساعدة أو حتى يرتاح لأنه جواه صوت بيقوله الراحة ضعف، الطلب عبء، انت المفروض دايما تكون قوي وناضج. لو حاسس انك من الناس اللي شالت كتير من صغرها، اعرف انك مش لوحدك، والأهم انك تقدر تبدأ تتحرر من الدور ده. ابدأ بالاعتراف انك كنت طفل شايل اكبر من طاقته، وبالوعي انك مش مضطر تكمل في نفس الدور علشان تتحب. بالتدرج خطوة خطوة، انك تقول لأ، او انك ترتاح من غير مبررات، انك تبطل تتحمل مسؤوليات مش بتاعتك. احنا مش بنبدل الادوار، احنا بنسترجع نفسنا. استرجع قوة نفسك من خلال التخلي عن ادوار مش بتاعتك. اتحمل بس مسؤولية نفسك وتقدر تشيل مسؤولية الاخرين. خلي نفسك اولوية علشان تقدر بعد كده تشيل مسؤوليات الاخرين اللي حواليك. لو انت احترقت
بقيت مستنزف، مش هتقدر تشيل نفسك ولا تشيل اللي حواليك. شبع نفسك الأول واعطي الآخرين من خزان مليان، مش من خزان فاضي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك تمارين جديدة تساعدك في رحلتك للشفاء. تابعنا لو حاسس انك محتاج خطوات عملية تساعدك في رحلتك للشفاء، او احجز جلسة لو حابب تتحرر بعمق من جذور المشاعر دي. انا آلاء ماجد ومعاك خطوة خطوة علشان تشيل نفسك وبعدين تقدر تشيل الناس. بتمنى لك السلام والشفاء والمحبة. سلام.